عمرك عطست فجأة من تراب بسيط أو جسمك هرش من حاجة عادية جدا؟ ليه في ناس بتتأثر وناس ما بتتأثرش؟ ده اللي بنسميه الحساسية أو الهايبر سنسيتيفيتي. ببساطة الحساسية بتحصل لما الجهاز المناعي يفهم غلط. إزاي يعني يفهم غلط؟ جهاز المناعة وظيفته الأساسية إنه يحارب الحاجات الضارة زي البكتيريا الفيروسات، بس أحيانا بيشوف حاجة عادية جدا زي الغبار، حبوب اللقاح أو أكل معين وبيفتكرها خطر فيبدأ يهاجمها بكل قوته. اول خطوه بيكون اجسام مضاده مخصوصه للحاجات دي اسمها الاي جي اي. بعد كده لما بتتعرض لنفس الحاجه تاني الاجسام دي بتشتغل فورا وتخلي خلايا في جسمك تطلع ماده اسمها الهستامين. وهنا بقى بتبدا الاعراض: عطس وهرش ورشح واحمرار، ممكن كمان كحه او ضيق تنفس، كل ده بسبب الهستامين. يعني الجسم بيحاول يدافع بس ضد حاجه مش مؤذيه اصلا. طب ليه في ناس عندها حساسيه وناس لا؟ وده بيرجع لبعض العوامل زي الوراثه، البيئه، وطبيعه الجهاز المناعي. الخلاصه: الحساسيه مش ضعف، ده رد فعل زياده عن اللزوم، وجسمك بيتعامل مع حاجه عاديه كانها عدو خطير.